صباح الفل. يا رب يكون يومكم جميل ان شاء الله. يومي النهارده كله نشاط وانجاز بفضل الله، ثم الصحيان بدري ثم تظبيط الروتين. وعلشان كل ده يظبط مع بعض، اول حاجه بعملها في يومي فطار يكون رايق كده وعلى مزاجي، علشان هو ده اللي بيظبط لي باقي اليوم كله. لما اليوم بيبدا صح صدقوني بقيت يومكم ان شاء الله هيمشي صح وهيمشي زي ما انتوا عايزين ومتفائلين، وهيبقى يوم كله نشاط وانجازات ان شاء الله. افطري بهدوء واشربي مشروبك اللي بتحبيه برضو بهدوء، وبعدين تقعدي تفكري هتعملي ايه النهارده، هنضف كذا، هعمل كذا، ورايا مشاوير كده، بالراحه هتلاقي اليوم بيظبط ان شاء الله. انا النهارده كده ورايا تنظيفه الخميس، لان كل خميس بنضف تنظيف عميق للبيت، بس قلت اول حاجه هبدا بيها تنظيف تحت السراير. الناس دلوقتي كلها بتطلع الصيفي وتدخل الشتوي، بس انا الحمد لله منظمه الصيفي والشتوي في دواليبي كلها، فمش بحط اي هدوم تحت السراير خالص. هما المفروشات بس كانت متوزعين تحت السرير ده بطانيه هنا لحاف، جمعت كل المفروشات بتاعتي وكل الشنط تحت السرير الكبير، وخليت السراير التانية فاضيه ما فيهاش اي حاجه، ونضفت الغرفتين تنظيفه كويسه قوي، وغيرت الملايات، ورشيت طبعا المعطر بتاعي الفقره المحببه لقلبي، وكده خلصت اوضتين بسلاسه وبهدوء وبالراحه وكل حاجه. بالمره بما اني كده فتحت تحت السرير علشان ما افتحش تاني، طلعت المراوح وقلت اخليها بقى بره علشان ما نكش تاني اللي انا رتبته. بصوا بس كنت عايزه اوريكم ان انا بشيلها زي ما انتوا شايفين كده، قبل الشتا ما يدخل بكون منضفه كل فتفوته وكل زرار فيها وكل مسمار فيها، بمسحها كويس جدا وبشيلها كلها نظيفه ومغسوله وزي الفل، علشان لما اطلعها تاني ممكن اكون مثلا مش فاضيه مش مركزه معاهم اركنهم اقول مش وقتهم تنظيف، لا بشيلهم متنضفين علشان لما اطلعهم ما تعبش فيهم، الاقيهم برضو متنضفين، وعلشان كمان ما يبقوش متشالين بتراب او اي حاجه يعني تقلل الكواليتي بتاعتهم بعدين او تقلل من كفاءتهم ان هم يشتغلوا بعدين، وكمان علشان الموتور ما يبقاش متشال كده وهو فيه تراب من جوه. فانا بنضفها وبشيلها كويس قوي وبفكها كده علشان تدخل تحت السرير، وبكون مكيساها ومقفلاها حلو قوي. وبعدين بقى طلعتها شلت الكياس بتاعتها وركبتها وشلتها على جنب. مش بحب ابدا ان انا اشيلها بره كده، برضو بتلم تراب، حتى لو حطلها كفر بتاخد مساحه على الفاضي. المهم ان انا خلصتهم، بدأت بقى ان انا انضف الصالة. بمسح الاول بشفط الاول تحت الشلت، لان اكيد في اطفال يبقى في فرافيت وفي اي حاجة واقعة تحت، فبنضف تحت كويس قوي، وبمسح الخشب بتاع البيت كله مرة واحدة، يعني بنضف تحت الشلت كلها مرة واحدة، وامسح الصالون او الانتريه كله مرة واحدة، وبعدين امسح الخشب كله مرة واحدة، ولما بقى في الاخر الازاز والديكورات وترجع مكانها وافرش المفارش وكده. خلصت الحمد لله الصلاة كلها وخدت استراحة محارب كده، شربت المشروب بتاعي وخدت بريك، وبعدين نشوف اللي بعده. متضغطيش على نفسك ابدا، خدي فواصل في النص الشغل، خدي بريك، اقعدي اتفرجي على حاجة، امسكي موبايلك شوية، اقريلك في المصحف حبة او في كتاب بتحبيه. ما تضغطيش نفسك كله ورا بعض علشان في اخر اليوم تلاقي جسمك كله وجعك، فهتزهقي ومش هتحبي ان انتي تعملي روتين تاني خالص. فخلاص البيت كله بقى زي الفل الحمد لله، وخدت بريك. بدخل بقى ان انا ابتدي اشتغل في المطبخ، اعمل الغدا، حتى لو مش وقت الغدا بخلصه واسيبه على جنب، هرتاح شويه مثلا قبل ما ناكل، لو حبيت انزل برجع بلاقي الاكل جاهز كده يعني. والاكله المحببه لقلبي والشعب المصري كله رز وكوكو وملوخيه. المطبخ بقى انا على طول الحمد لله ايدي فيه، لان المطبخ اكتر مكان بنقف فيه في اليوم، وغالبا بنقضي وقت كتير جدا من اليوم في المطبخ، بس انا ايدي فيه على طول، فمش بيحتاج مني مجهود الحمد لله. على طول مفضيه الرخامه، على طول بمسحها. المواعين انا مش طول اليوم بقف في المطبخ اغسل المواعين، مواعين الفطار بغسلها مع المواعين بتاعه الطبيخ اللي قبل الغدا ديت مره واحده، دي وقفه واحده. بعد ما ناكل بغسل المواعين اللي بعد الغدا برضو مره واحده، ولو في مواعين عشا طبقين كوبايتين بعملهم، مفيش مش مستاهله، لو مثلا حاجات بسيطه بسيبها لتاني يوم عادي، يعني انا مش طول اليوم هقف في المطبخ اعمل مواعين. وبالمره بما اني كده واقفه وخلصت، كنت خلصت شغل المطبخ بدري الحمد لله، قلت بقى اعمل دقه التوم بتاعتي البرطمان اللي انا ما بستغناش عنه ودايما بكلمكم عنه، عامله لكم فيديو عنه مخصوص هتلاقوه تحت لو حد محتاجه. دقه التوم ديت يعني منقذتي في المطبخ، بعملها مره كده مثلا في الشهر على حسب استخدامي ليها، احطها في باب التلاجة، بستخدمها في كل حاجه بتحتاج دقه مره واحده، بدل ما كل مره اقعد افصص توم واطلع المفرمه
واضرب واعمل وبتاع، لا هي بجد بتنقذني جدا وبتسهل عليا حاجات كتير قوي. عملتها وقلت بالمره اعمل سلطه بنجر برضو، بخزنها برضو في التلاجة، ممكن تقعد معايا اسبوع مثلا او حاجه. بحط عليها من الدقه وشويه زيت ومعلقه صغيره من الخل وظبط الملح بتاعها وليمون كتير بقى على قد ما تقدروا، واقلبها كويس قوي مع بعض. وبعدين بحطها بقى في حاجه ازاز، يا علبه تلاجة ازاز يا اما برطمان ازاز، عشان بس اللون بتاعها ما يمسكش في حاجه بلاستيك ويضايقكوا بعد كده في الغسيل. الحاجات الجاهزه دي بجد بتنقذنا جدا مع الوقت، حتى لو بتشتغلي ومش شرط تكوني بتشتغلي انت يوم واحد بس بتعملي حاجات كتير وتفريزات معينه. لو انت بتحبي انواع معينه من التفريزات سواء توم بصل اي نوع خضار، الحاجات ديت بتوفر عليكي انت وقت ومجهود بعد كده. مش بتقضي طول اليوم بتطبخي ساعتين 3 بفرم بصل وبعمل، لا بتنجزي وقتك وبتستفادي انت بالوقت ده في حاجه تانية. 3 حاجات اهم من بعض عندي: دقه التوم والمخلل والبنجر على طول في التلاجة، يخلصوا احطهم بيقعدوا اسبوع شهر على حسب. وعلى ما خلصت جه وقت الغدا واتغدينا الحمد لله، وخلصت المواعين على طول بعد الغدا علشان يبقى ورايا باقي اليوم كله لنفسي بقى. انزل بقى اقعد مع نفسي شويه اتفرج على فيلم. خلاص انت عندك وقتك تعملي فيه اللي انت عايزاه. دخلت اوضتي، عملت لي حاجه بشربها، قعدت بقى مع نفسي اكتب طلبات، اكتب امنيات، حاجات عايزه احققها. المهم ان الوقت ده بيكون خاص ليا اقرا شويه مثلا كده. انا كده استفدت بباقي اليوم، وعلشان يومي بدأ بدري فكل حاجه مشيت زي ما انا عايزه الحمد لله. قولولي رايكم وشاركوني انتوا كمان بتقضوا يومكم ازاي.